الجزائريين بيقتلوا في مصريين في الخرطوم، ما كفهمش اللي حصل في الجزائر ارجوكم. ومن قلبي انا ضد الجزائر في اي مباراه هتلعبها لو هيلعبوا. ده شعب لقيط، شعب قليل الادب. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يأمر بتجنيد كل الوسائل والإمكانيات لنقل أنصار الخضر إلى الخرطوم. إن كرامة المصريين من كرامة مصر، ومصر لا تتهاون وأن يسيء لكرامة أبنائها. ماتش تاع الجزائر مع مصر واحد من اكثر اللي ماتش اللي ما يتنساوش في التاريخ تاع البلدين سواء مصر ولا الجزائر، وهذا الشيء بسبه المشاكل السياسيه والازمات اللي صراو بسبه هذيك البارتيه في هذاك الوقت. واش صرا بالضبط؟ واش هي الاسباب اللي خلت هذاك الشيء صرا كامل؟ شكون اللي دخلوا مع التالي وكيفاش داروا باش قدروا يحلوا المشاكل بين البلدين؟ هذا الشيء كامل اكثر راح نهضروا عليه في الفيديو تاع اليوم. قبل ما نبداو كالعاده نفوتوا واحد من التعليقات تاعكم. كومنتر تاع اليوم من عند فؤاد زوكس قلنا فيه هاي تبارك غلط وغيرك حسبوا ماسنجر ولا انستغرام. لا معليش، مهم هاي هاو ار يو جود everything good نايس. دوكا نبداو. اول مباراة في تصفية كاس العالم بين الجزائر ومصر كانت في الجزائر في البوليدة في 2009. وباش تفهموا واش كان هذاك الماتش مهم بزاف، الجزائر كان عندها اكثر من 24 عام ما تاهلتش للكوب دي موند، يعني ربع قرن الجزائريين ما تفرجوش على ليكيب تاعهم في كاس العالم. وبالنسبة لمصر ثاني كان عندها 20 سنه ما تاهلتش لكاس العالم، سما لزت في جفاف عاطفي للكره. وفي هذاك الوقت المدرب تاعنا كان هو رابح سعدان، احسن مدرب في المجرات السبع. وباش تفهم شحال كانت الحياه حاميه وسيريو هذاك الوقت ما كانش اللعب، سعدان قال في تصريح باللي خايف على السلامه تاعي من السيبورتر، وكان خسروا، كان خايف على روحو كش ما يديروا له الانصار المهذبين الجميلين الرائعين المتفهمين المليئين بالروح الرياضيه والحماس والنشاط. بدات البارتيه بين مصر والجزائر، ومصر ماركات بيت والجزائر من موراها ماركات 3 بيات. الفرحه كبيره للانصار الجزائريين والشماته دايره حاله في المصاروه. والسبب تاع الفوز تاعنا في هذيك المباراه كان مجهول نوعا ما، قلال اللي كانوا عارفين السبه الحقيقيه. يعني حتى مر عده سنوات تاع دروك باه اكتشفتها انا مؤخرا. على اكتشفتها وانت ما اكتشفتهاش لخاطرش انا رويس. هذه هي. دوك تقول لي لويس مش تاهي السبه الخطه مثلا؟ لا ارضيه كلعبنا هنا في بلادنا في الجزائر؟ لا ثاني. اللاعبين مهاره تاع اللاعبين الجواد الجهد اللي بذلوه؟ لا ثاني. السبه اللي غلبنا على جالها مصر هنايا في البليده ب 3-1 هي انه المدرب تاعنا لقبو سعدان بيان سور، ولكن الاسم تاعو ستر كاميرا في الاسم تاعو رابح سعدان، وعلى هذه ربحنا ما كاش منها. معليش المصريين من موراها تقبلوا الخساره بكل روح رياضيه، وقال لك باللي بصحتكم وتستاهلوا كل خير وبون كوراج. لا باينه باللي ما صراتش هكا. المصريين ما تقبلوش الخساره وقال لك باللي احنا ما خسرناش خاطر ما تعرفوا تلعبوا ولا معليش قولوا لنا على خسرتوا مثلا. قال لك خاطر في الليله تاع اللي قبل الماتش كلينا الكسكس باطي الكسكس هذاك شغل مسموم فيه مشكل فيه بروبلام، درتوا لنا فيك شي حاجه الجوار تاعنا تسمموا وعليها ما لعبوش مليح، وعلى هذه غلبتونا. الشيء على جال رابح سعدان سموه رابح ولا خاطرتو ما تعرفوا تلعبوا. وما حبستش غير هنا، من موراها جات مباراة العودة اللي كانت باينة في مصر، مادام بارتيه الأولى لعبوها في الجزائر، بارتيه الزوجة في مصر في القاهرة اكزاكت. بارتيه الزوجة اللي كانت في نوفمبر، وطول ذيك المدة كامل بين البارتيه الأولى والزوجة هضرة رايحة وجاية شغل كما قطوا الفرح حرفيا. هما يهضروا علينا احنا نهضروا عليهم، روحي ورواحي. ومن قلبي انا ضد الجزائر في اي مباراه هتلعبها لو هيلعبوا. ده شعب لقيط، شعب قليل الادب. وتطورت الحاله من مجرد الهضره برك في لي ريزو هكا ولا في النشره ولا في الاخبار لدرجه وين راحت لي هاكرز. لي هاكرز وين هاكرز مصروه بيراطاو السيت تاع جريده شروق نيوز بيراطاوه. ومن هذاك الهجوم تاع المصاروه على الجزائريين الهاكرز الجزائريين تقبلوها بكل روح رياضيه، وقال لك باللي اخويا انتم جامدين قوي ونحن ما نعرفش نعمل كده، ونعنا بليس وقلنا باللي لا وجابها الشيطان لا باينه باللي ما صراتش هكا. علاه ما صراتش هكا؟ لخاطرش حنايا الجيريان دمي حارو ما نوليش الجزائر موراها هبلوا عليهم بيراطاو السي تاع جريده الاهرام
وزادوا بيرطاو الموقع الرسمي تاع الرئيس حسني مبارك. مور هذه الحادثه فاتوا اليامات وجا الموعد تاع المباراه. قبلها بيومين الحافله تاع المنتخب الوطني وصلت للقاهره اكزاكت عند الفندق اللي راح يباتوا فيه الجوار تاع الجزائر باش غدوه من ذاك يديروا لي زونطرينمون تاعهم، ونهار اللي موراه يلعبوا البارطيه. كي قربت الحافله تاع المنتخب الوطني من الاوتيل اللي راح يباتوا فيه الجوار كانوا المصريين في الاستقبال بالقبولات والاحضان والورد والازهار والملوخيه والفول والصفاح والحجر والصفاح، تيراو فيهم بالصفاح حتى وين ما كسروا زداز تاع البيس وبليساونا 3 اللي جوار، رفيق صايفي، رفيق حليش، وخالد الموشيه. شفتها لا؟ شايف طبعا. شوف انا. Il y a des pierres, on dirait la sécurité, il y a pas de sécurité. On a 5 joueurs déjà blessés. Il y a 2 joueurs qui sont ouverts, l'autre c'est sa main, Bizias ils sont pieds. Moi je ferai un truc dans le dos. Le bus, tu ne vois pas, il n'y a pas de... On est tous, et après ils te disent, on est des frères. Quels frères? Ça c'est des frères? Regarde l'accueil. Quel accueil? Il te dit l'Algérie, quel accueil? الصحافه المصريه غدو من ذاك في بلاصه ما تعتذر ولا تقول بلي يا ودي غلطوا تو انا المصريين تحمسوا شويه سخنت لهم الفرفاره داروا هكاك، لا قلت لك بلي قامكش منها، بلي المناصرين المصريين قام كسر لكم شكارو تاعكم نتوما بالعاني كسرتوه، غير باش بالعاني الفيفا تحول لكم البلاصه تاع البارطيه في بلاصه ما تلعب في مصر تلعب في بلاد محايده. كي تلعب في بلاد محايده باينه تكون في الصالح تاعنا احنا، وهذا الشيء اللي زاد ستريس وبريسيو كبيره على لي جوار قبل البارطيه، خاصة انه العداوة بين البلدين ما جامي لحقت لهذا النيفو في التاريخ تاع البلدين ما قبل. وباش تعرف شحال تأزمت الحالة، الجزائريين هنايا شداروا للشركات اللي محلولة في مصر كيما جيزي والطيران المصري راحوا داروا عملية تخريبية وكسروا وهرسوا داروا رايهم ثمك. الجزائر زادت طالبت السفير المصري بالتفسير على الهجوم اللي داروه على الجوار تاعنا في البيس تاعهم. موراها مصر سحبت السفير تاعها، سحباتهم من الجزائر يعني، وزادت تشربكت الحالة أكثر وأكثر قبل البارطية. في 13 نوفمبر الفيفا بنهار برك قبل لا دات تاع البارطيه اللي كانت راح تلعب، ديكلارات الفيفا وقالت باللي لا دات ماش راح نبدلوها والبارطيه راح تلعب في مصر. برك دوموندات من السلطات المصريه باش تكون هي مسؤوله على السلامه تاع الجوار الجزائريين باش ما يصرى لهم والو، لاكش ما حاجه تصرى هي مسؤوله على النتائج. تلعبت البارطيه في 14 لعبت الجزائر فيها بلي جوار اللي كانوا بليسيين عندها خالد الموشيه ورفيق حليش كانوا يلعبون بليسيين داير بوند على راسو يلعب. كملت البارطيه وخسرت فيها الجزائر 2-0 لصالح مصر، وبسبب هذه ولاو ليكيب لو زوج النيل اوبليجي دروك لازم يلعبوا بارطيه الثالثه باش يتحدوا شكون الرابح، والرابح هو اللي يتاهل لكاس العالم. دونك الفيفا ديسيدات باش البارطيه الثالثه تكون تحت في السودان، وين اكزاكت في المريخ، مانيش نحرج المريخ ماشي كوكب بتاع المريخ، عندهم استاد يسموه المريخ، هذا هو استاد اللي راح نلعبوا فيه البارطيه. والموعد تاع البارطيه راح يكون في 18 نوفمبر 2009 يعني من 4 ايام برك من البارطيه تاع مصر. الحكومه المصريه بعثت الانصار تاعها للسودان باش تكون حاضره في المباراه بين الجزائر ومصر، في المباراه هذه التاليه الحاسمه اللي راح تفصل في شكون اللي راح يتاهل. الحكومه الجزائريه دارت نفس الشيء في هذاك الوقت، وفي هذاك الوقت الرئيس كان عبد العزيز بوتفليقه ربي يرحمه ان شاء الله، هو اللي كان الرئيس، ودار نفس الشيء اللي دارته مصر ولكن شويه زياده شويه بزاف قاوي عليهم، وين بعث 48 طياره نقل فيها المناصرين الجزائريين للسودان. خويا الهبال ديريكت 48 طياره منهم حتى طائرات عسكريه وزاو برك. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يأمر بتجنيد كل الوسائل والإمكانيات لنقل أنصار الخضر إلى الخرطوم. فماك وين راحت خيرة الشعب الجزائري، راحوا غير الناس اللي جونتي، غير الناس اللي عاقلين، غير الناس اللي ظراف، اللي يعرفوا يهضروا، يعرفوا يقصروا، يعرفوا يكومونيكيو، كي تشوفهم هكا في وجوههم ترتاح. يعني هذوك هما اللي كانوا الماجوريتي في هذاك الفول. كان العدد تاعهم بالاجمال اكثر من 12,000 جزائري. جا نهار تاع المباراة وكانوا الامن حاضر بقوة، المناصرين ثاني بقوة، والمريخ حي السودان قالت باللي كل فريق راح نعطوا له 9000 تذكرة، 9000 تذكرة لمصر، 9000 تذكرة للجزائر، ولكن كي دخلوا الاستاد المناصرين تاع مصر كانوا 9000 في البارطية، والمناصرين تاع الجزائر كانوا 11000. كيفاش قدروا الجزائريين يدخلوا 11000 وهما قايلين لهم لازم تدخلوا 9000؟ ببساطة خاطرش حنا شواكر أولا، ثانيا خاطرش حنا ديزالجيريان دمي حار الجيريان دمي حار وما نوليش. لحقت 8:30 تاع الليل وكان هذاك هو الوقت اللي بدات فيه البارطية.
تا يلعبوا لي جوال يدوروا في البالو روحي ورواحي حتى وين دقيقه 40 وين عنتر يحيى فراباها في الكارديا ودخلت قبب من كريم زياني صعبه هنا ممتازه ولا لا يا بابا يا بابا الله 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 جول جول الله اكبر واي هدف هذا هو اجمل هدف في العالم واحلى جول 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 يا سلام بدا دوزيام ميطو ومصر كانت سي كامل قدرة تاعها باش تنيل حتى وين ما لحقت دقيقة 90 كي لحقت دقيقة 90 في هذاك الوقت مصر ما دارت والو سيفلا الاربيت وغلبت الجزائر وتأهلت لكأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ تاعها كونتر مصر. الجزائريين فما فرحوا فرحة هستيرية. الجزائر في المونديال، شكرا يا زوجي، الجزائر في المونديال للمرة الثالثة في التاريخ. هكذا كانت الكلمة للرجال فوق أرضية الميدان وليس في وسائل الإعلام ولا على شاشة التلفزيون. الرجال فعلوها. والمصريين رفقة المدرب تاعهم حسن شحاتة خسروا وما تأهلوش، حزنوا حزنا شديدا. ولكن المصريين موراها تقبلوا الهزيمة تاعهم بيكون روح رياضية وقالوا بصحتكم الجزائريين ونتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح في كأس العالم، وكي ربحتوا نتوما ولا حنا غير كيف كيف. وراي باينه بلي راني نحرش وراك عارف بلي ما كاش منها وما صراتش هكا. المصريين من موراها الضغط لهم لحقت لهم هنا فاهم، لحقت لهم هنا اي بداو يشكوا يبكوا ورفعوا شكوى للفيفا قالوا فيها باللي لي جوار تاعنا والمناصرين كانوا تحت تهديد، المناصرين الجزائريين بالاسلحه البيضاء والسيوف والسكاكين وكامل. الجزائريين بيقتلوا في مصريين في الخرطوم، ما كفهمش اللي حصل في الجزائر ارجوكم. ومن قلبي انا ضد الجزائر في اي مباراه هتلعبها لو هيلعبوا. ده شعب لقيط. لا يعنيني الجزائر باي شيء، اللي حصل ده ما يحصلش في مصر ابدا ولا في مصريين ابدا ابدا. لو يهود بيضربونا ما كانوش ضربوا بالافتراء ده. كل الامن اللي كان معانا سابونا وجريوا. عربيات بوليس معاهم رشاشات وثلاثه في كل اتوبيس معاهم طبنجات. الفيفا بيلايك بصح شغل نتوما مناصرين هما مناصرين راكم كاع كيف كيف شغل مش بغيتوني ندلكم شغل فاهموا خمكم ما فهمتش. ثم مصر قالت للفيفا باللي هاو هما ديز الجيريان دمي حارو ما نوليش. المهم فرحه كبيره كانت في الجزائر في كامل الولايات خرجوا في وقت واحد مور ما سمعوا بلي الجزائر تأهلت المرة الثالثة في تاريخ كأس العالم. 48 ولاية خرجوا، 48 ولاية كانوا 48 في ذاك الوقت، كانوا مازال ما تقسموش ولاو 58 كما راهم دروك. كفاهم. والعلاقات قاعدة مشربكة وقعدوا في نفس الدراما تاعهم. يعني مصر المرة الأولى غلبناها قال لك بسبب الكسكسي، كلينا الكسكسي كان سام الجوار تاعنا تسمموا. ما عادش. المرة الزوجة غلبناه وتأهلنا في السودان ماشي حتى في بلادهم، سب الزوجة تقولوا باللي السكاكين والتهديد كبير شحال في عمرك عامين. من موراها الرئيس المصري في هذاك الوقت تحمس وخرج وهدر باللي قال باللي مصر لن تسامح اي واحد يهين بلا 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 بلا. ان كرامة المصريين من كرامة مصر ومصر لا تتهاون وان يسيء لكرامة ابنائها. وقالوا بلي ماناش رايحين نرجعوا السفير تاعنا المصري للجزائر حتى تقدموا لنا تعويضات على الخسائر اللي صارت في الشركات المصرية في الجزائر. احنا في هذاك الوقت أصبنا بحزن شديد على السفير المصري، شغل تألمنا بزاف كي السفير مش راح يرجع عندنا، ولينا كامل نبكوا بحرقة شديدة على السفير المصري. بس بلا السفير المصري حاجة ما تتحركش في الجزائر، هو الصح. علاه؟ باسكو مصر هي أم الدنيا. كفا من موراها قالت العلاقات مشلبكة حتى وين ما دخل الرئيس معمر القذافي ربي يرحمه رئيس ليبيا في هذاك الوقت، والرئيس أحمد الحسن البشير رئيس السودان في هذاك الوقت، دخلوا وسعوا باش يحسنوا العلاقات بين البلدين ولايموا بين الرؤساء الرئيس المصري والرئيس الجزائري باش يسكموا العلاقات. وصلوا لحل وسط، والحل الوسط هو كان أحسن طريقة تحل بها الخلافات على مر العصور اللي هي الزواج. على هذه وليد الرئيس بوتفليقه راح تزوج بنت الرئيس حسني مبارك باش توطد العلاقات بين البلدين ويصير الحب والاحترام والتفاهم والوئام. لا ما صارتش هكا.
ماشي. المهم تفاهموا الرؤساء فيما بيناتهم، تلاقاو تضحكوا وتفاهموا وتسالموا، راحت النشعه وراح بزاف وراح الخلافات وخلصت المشكل، والجزائر ومصر خوا والدنيا ماشيه زبادي خلاط وعاشوا في سعاده للابد. كما لحقنا لافان تاع الفيديو، كانت هذه هي ملخص بسيط خفيف ظريف على مباراة الجزائر ومصر أمدرمان والأحداث اللي صراو فيها. إلا عجبكم الفيديو خلونا لكم تحت في كومونتير، يعطونا أفكار هكا تاع حوادث هكا صراو من قبل في الجزائر، نعاودها لكم بأسلوب فكاهي مضحك، تضحك شوية تقصر، عييت كل مرة نجيب لكم في الأفكار. كومونتي فأنت لست شجرة. كانت هذا الفيديو كيما قلت لكم. إلا عجبكم الفيديو خلونا كومونتير. إلا ما عجبكش الفيديو اعرف بلي أولا I don't give a ثانيا تقاي، ثالثا تهلاو لي في روحكم، نتلاقاو في فيديو واحد أخرى. تشاو.